كيبدا الفيلم بواحد الشخص اللي كيبان كيقتل شي بنات وكيصورهم وكيحتفظ بالتصاور ديالهم في الصاك عنده، ومن بعد كيخرج وكيسد الباب. ومن بعد كتبان لينا واحد الطياره اللي كتكون غاده لمدينه نيويورك، وحيت كتكون واحد العاصفه قويه، البيلوت اللي كيكون سميتو جاك كيطلب من الركاب يربطوا حزام الامان ويبقاو جالسين في بلايصهم. وكتعتذر المضيفه اللي كتكون سميتها اليس من الركاب حيت حتى هي مضطره ترجع لبلاصتها، وغتوقف خدمه توزيع المشروبات والطلبات حتى يهدى الجو وتستقر الطياره في طريقها. وكتكون دانيكا وبراندون راجلها يلاه تزوجوا جديد وغاديين يشوفوا عائلته، وكيضرب الرعد مع الاهتزاز ديال الطياره كيطيح ليهم التليفون. والطيار المساعد كيكون سميتو ريان، ملي كيشوف السما كيقول لجاك كتبان هاد العاصفه بحال الا تابعانا. وواحد شويه كيصوني عليهم واحد الراكب اللي كيكون سميتو ديفون، وملي كتجي عنده المضيفه تشوفوا شنو باغي كيطلب منها تقول للبيلوت ما يطيحش بهم الطياره حيت كيكون خايف بزاف. وكيكون حداهم اوسنا وهو حارس ديال الجيش، كيكون فرحان حيت غادي يشوف بنته ومراته اللي ما شافهمش هادي عامين بسبب الخدمه، وكيوري تصاور بنته للسيده اللي راكبه حداه تيفاني. والعاصفه كتزاد وكل شويه كيضرب الرعد، الركاب كيخافوا. وملي كيبدا يطول واحد من الركاب البنت اللي مقابله معاه كيبان ليها بلي هاز فردي في جيبو، ملي كيشوفها كتشوف فيه كيفهم بلي خافت ملي شافتو هاز السلاح معاه. كيقول ليها ما تخافيش وكيعرفها براسو، كيكون سميتو تاديوس وهو ضابط جوي وطبيعي يكون هاز معاه السلاح. وهي كتكون سميتها انا. وواحد شويه كيحول ديفون السرجم، وملي كيبقى يشوف بزاف في العاصفه كتبدا تبان ليه بحال واحد المراه، وشويه كتقرب لعندو كيخاف بزاف وكيبدا يغوت. وملي كيقولها ليهم حتى واحد ما كيثيق فيه، كيحاولوا يهديوه وكيخليوه يمشي للطواليت. والمضيفه كتبدا تهدي في الركاب اللي كيبقاو يسولوها شنو واقع. وديفون في الطواليت كتعاود تبان ليه هذيك المراه في المرايه، وكيخرج كيجري وكيغوت وكيقولها ليهم وكيقول لهم خرجوني من هاد الطياره. وكانوا تاديوس وكيربطوه كيعطيه واحد المهدئ وكيبعدوا على الركاب، وكيبقى حاضر حيت كيشك فيه باللي ارهابي. ومن بعد كيهدى شويه الجو وكترجع المضيفه كتفرق عليهم الماء والمشروبات اللي كيطلبوها. ولكن تيفاني كتقول للمضيفه انا فيا الجوع وبغيت شي حاجه ناكلها. المضيفه كتقول ليها غير نتاكد باللي خرجنا من العاصفه وغادي نفرق عليكم العشاء ديالكم. وملي كتطلبها تيفاني كتعطيها واحد العلبه ديال الشلاضه. ودانيكا كتبدا تسول راجلها واش يكون ديفيد بصح كيشوف شي حاجه بحال الشبح. راجلها كيقول ليها باللي غير مجنون ولا شارب شي حاجه. وواحد شويه تيفاني كتضرها معدتها وكترد هذيك الشلاضه اللي كانت عطاتها المضيفه. كتجمع المضيفه داكشي وكتقول للمساعد ديالها يمشي يتاكد من العلب الاخرين. ملي كيمشي يقلبهم كيلقاهم كاملين عامرين بالدود، كيرميهم وكيتواصل مع البيلوت كيقولها ليه. وفجاه كيتقطع عليهم الضوء والبيلوت جاك والمساعد ديالو ريان كيفقدوا السيطره على الطياره، وكتبدا نازله بيهم والركاب كلشي كيغوت وكلشي كيكون خايف. والبيلوت كيبدا كيتواصل مع مركز المطار القريب ليهم وكيعلمهم بلي واحد محرك فجاه توقف وكيطلب النجده. كيبداو يحاولوا يخدموا المحرك الاحتياطي، والطياره كانت الضغط ديالها والسرعه ديالها قويه بزاف، وبقاو كيحاولوا معاها ما استسلموش. وفي الاخير خدم لهم المحرك وقدروا يرفعوا الطياره ويرجعوا التوازن ديالها ورجع شعل الضوء. وريان كيقول لجاك عمرني ما شفت الطياره كتوقف بحال هكا فجاه. وكيبدا كيتواصل البيلوت جاك مع المضيفه باش يطمئن على الركاب وكيسولها الا كاينه شي اصابات، وكيقول ليها باقي لينا 4 ديال السوايع حاولي تخليهم مهدنين. وفي هذا الوقت كيكون المساعد ديالها ليام كيشوف المسافرين واش خاصهم شي حاجه، وكتكون انا جاها واحد النازف ورعفات وكيطلب منها تمشي للطواليت باش تنظف راسها. والمشكله من بعد هذا الانخفاض والتوقف اللي كان وقع فجاه فقدوا كاع الاتصال بالمراكز اللي كانوا كيتواصلوا معاهم وكيعطيوهم المعلومات. وانا وهي في الطواليت فجاه كيطفى عليها الضوء وكتبدا كتسمع شي اصوات غريبه بحال ديال شي دري صغير كيبكي. وفجاه انا كتلقى راسها في واحد المكان اخر كيكون بحال المكان ديال الشحن، وكتبدا تشوف شي خيالات ديال شي بنات. ومن بعد كتبان انا رجعت للطواليت وكتشوف واحد البنت في المرايه اللي كتبدا تهضر معاها وكتقول ليها كاين قاتل معكم في هاد الطياره. وكيقدر اخيرا تاديوس يفتح عليها الباب، كيلقاوها جالسه في الارض وكتبكي وكتقول لهم باللي شافت بنت حامله وكتبان ليها في المرايه وكتهضر معاها. كيقول ليها تاديوس هادشي ماشي منطقي وكيرجعوها لبلاصتها. وكتوتر دانيتا وكتبدا تغوت كتقول لهم شنو هادشي، الضو كيطفى، الناس كيردوا الماكله اللي كياكلوا، الناس كيبكي وشنو هادشي واقع. والركاب كيبداو يتناقشوا واش هادشي اللي كيوقع طبيعي ولا لا، وكل واحد فيهم كيحاول يقنعهم باللي هادشي غير بسبب العاصفه والعطب اللي وقع للطياره والانهيار ديال الاعصاب ديالهم. ودانيكا كيقترح عليها راجلها تسمع شويه ديال الموسيقى باش تنسى هادشي اللي واقع وتهدى. وكدير دانيكا سماعات في ودنيها
ولكن كتبدا تسمع مع الموسيقى شي حد بحال كيهضر معاها. كتحيدهم وكتسول راجلها واش هو اللي قال ليها شي حاجه، كيقول لها لا، وكترجع تسمع الموسيقى وكترجع تسمع عاوتاني الهضره. كتسمع شي كلام غريب بحال عتقوني، كاين ظلام هنا، الانتقام ما غاديش يسالي. واحد شويه كيتجاهد عندها الصوت بزاف، وكتحيد السماعات بالزربه كتلقاهم عامرين بالدم. والمضيفه اليس كتمشي عند البيلوت جاك وكتقول ليه باللي الناس مخلوعين بزاف ومبقاش قادره تسيطر على الوضع. واحد شويه جاك كيبدا يبان ليه شي حاجه في السماء، كيقول لهم كيبانوا ليا بحال شي طيور في السماء. كيقول ليه ريان الطيور ما كيوصلوش لهاد المسافه، وكيطلب منه يرتاح ويشد هو القياده بلاصتو. ولكن جاك كيعاود يقول لهم كيبان ليا بحال شي ناس في السماء كيطيروا، وكيعاود يطلب منه ريان يرتاح حيت كيبان ليه حتى يديه كترعد. كيقول ليه جاك بلي خايف وحاس بلي كاين شي حاجه ماشي طبيعيه. وفي هاد الوقيته دانيكا كتبدا تسمع شي اصوات غريبه كيخليوها تنوض من بلاصتها وتمشي للطواليت، وكتطلب منهم يخليو الباب محلول. براندون راجلها ملي كيهز التليفون ديالو كتبان ليه فيه واحد الصوره غريبه بحال ديال شي جنين، وما كيفهمش هذيك الصوره منين جاتو. وملي كترجع دانيكا كتقول لراجلها بلي حاسه ان معاهم شي حاجه ماشي طبيعيه في هاد الطياره، ويلا كتبغي تجبد واحد لاسبيرين من الصاك ديالها باش تشربو. كتشدها واحد البنت وكتطيح وكتلقى راسها في المكان ديال الشحن اللي كيكون في التحت ديال الطياره، وكتشوف مرا هازه ولدها وكتقول ليها بلي كاين قتال في هاد الطياره. ومن بعد كتطلقها وكترجع دانيكا لبلاصتها. كتبدا تغوت وتبكي، وكينوض واحد من الركاب وكيبدا يغوت عليهم باش ما يبقاوش يخلعوا فيهم، وكيبداو يتخاصموا حتى كينوض تاديوس وكيرجعهم لبلايصهم وكيطلب منهم يبقاو هاديين. وفجأة وهما كيهضروا كيخرج ليهم الشبح ديال واحد البنت اللي كتكون كاع مضروبه في وجهها وطايره ليها عينيها وكتخلع، وكل شيء كيبدا يغوت. والمضيفه اليس كتمشي كتجري عند البيلوت جاك وكتطلب منه دابا يهبط بهم الطياره حيت فيها اشباح. جاك كيقول ليها واش انتي مسطيه فين غادي نهبطها بكم وعلاش على قبل الخرافات ديال الاشباح. وريان كيقول ليها باقي لنا شي 95 دقيقه باش نوصلوا. واليس كتبقى تغوت وكتقول لهم لا حياتنا في خطر. وكيرجع جاك كيقول ليها ما عندنا ما نديرو، وكيقول ليها هاد الاشباح علاش غادي يقتلونا. وريان هنا كيكون بدا واحد الشبح كيتحكم فيه، وكيجاوب جاك وكيقول ليه على ود الانتقام. كيسمعوا جاك كيقول ليه شنو قلتي، كيعاود يقول ليه على ود الانتقام. وكيحيد ريان الحزام الامان ديالو وكينوض وكيقج ويخنق عليه. والطياره كتبدا كطيح وكل شيء كيغوت ما عارفش اش واقع، واليس ما كتقدرش تفكهم حتى كيتدخل تاديوس. كيرجع جاك من بعد يسيطر على الطياره دغيا ويرجعها للمسار ديالها، وكيشدوا ريان وكيربطوه وكيخرجوه من حدا البيلوت. وهنا كيتجمعوا كيبداو يحاولوا يفهموا شنو واقع. كيراجعوا الاحداث من الاول. كتقول لهم اليس ديفون هو اول واحد شاف شي حاجه وسط العاصفه ودخل الطواليت وعاود بانت ليه في المرايه، وانا حتى هي كتاكد باللي داكشي اللي شافته في المرايه كان حقيقي، وكيفاش الباب تسد عليها فجاه وما قدرش تفتحو. وكيقول لهم براندون موراها الطياره توقفات فجاه وكنا غادي نطيحوا. واليس كتقول لهم ومن بعد الماكله لقينا فيها الدود. وقالت لهم دانيكا باللي سمعات مرا كتغوت وهي كتصنت الموسيقى، وهو يسولها تاديوس قال لها شنو كانت كتقول بالضبط المراه. قالت ليه دانيكا في الاول ما كانش واضح ليا شنو كتقول بالضبط، ولكن واحد الوقيته كانت كتغوت وسمعتها كتقول قاتل، وتليفوناتهم كلهم توقفوا. وقال لهم براندون باللي بانت ليه واحد الصوره ديال واحد الجنين صغير في تليفونه، وموراها خرج هذاك الشبح اللي خلعهم كاملين وشافوه. ومساعد المضيفه ليام في هاد الوقيته كيشوف شي واحد في السرجم كيكتب ليهم كلمات قاتل. تاديوس كيقول لهم خاصنا ضروري نعرفوا المصدر ديال هاد الشيء. وكيفيق ريان وكيبدا يسولهم علاش رابطينو. كتقول لي اليس حيت هجمتي على جاك. وكيبداو يحاولوا يقلبوا الطياره ويلقاو شي حاجه. كيسولهم تاديوس واش البلاصه ديال الشحن هازين فيها شي حاجه غريبه. كيقول لهم براندون مثلا واش هازين فيها شي جثث ديال شي ميتين ولا شي حاجه. وهنا كتتذكر دانيكا انها ملي شداتها الشبح ديال هذيك البنت وطاحت داتها فعلا للبلاصه ديال الشحن اللي تحت الطياره. وملي كتسول انا حتى هي كتقول لها ملي دخلت للطواليت الشبح اللي شدني داني للشحن. وهنا كيستنتجوا باللي الاشباح باغينهم ينزلوا للبلاصه ديال الشحن. كيهبطوا كاملين تقريبا، واليس هي اللي كتبقى مراقبهم من الفوق. غير كينزلوا كيبداو يسمعوا البكا ديال دري صغير، وكيلقاو واحد بحال المصران طويل كيبقاو تابعينه حتى كيوصلهم لواحد الصاك كحل. ملي كيفتحوا الصاك كيلقاو فيه بزاف ديال التصاور ديال البنات اللي مقتولين، وكيلقاو الشعر ديالهم. كيبداو يقلبوا باش يعرفوا الصاك ديال من. غير كيعرفوه ديال من كيهزوا الصاك وكيطلعوا ليه نيشان.
كيكون القاتل هو البيلوت جاك. كيدخلوا عليه لغرفه القياده وكيحطوا ليه الساق قدامه وكيقولوا ليه يشرح لهم شنو هادشي. كيقولوا ليه البنات اللي قتلتيهم هما السبب ورا هادشي كامل اللي كيوقع لينا هاد الليله في هاد الطياره. البيلوت جاك ملي كيشوف راسو حصل كينكر وتاديوس كيبغي يعتقلو، وديك الساعه جاك كيبغي يطيح بهم الطياره وكلشي كيبدا كيغوت والطياره كتبدا تدور في السما، ورايان كيكون كيعيط لهم باش يفكوه باش يقدر يتولى القياده ويعتقهم، وكيعاونهم واحد الشبح ملي كيدخل في جسد دانيكا وكيقج البيلوت جاك وكيجرو من بلاصتو، وكيجلس رايان وكيحاول يتحكم في الطياره ويرجعها للتوازن ديالها. وتاديوس كيكتف جاك ولكن غير كتهز الطياره شويه كيستغل جاك الوضع وكيقدر يفك راسو وكيضرب تاديوس وكيطيح ليه السلاح. ولكن في هاد الوقيته كيبداو الاشباح كاملين ديال البنات اللي قتل جاك كيتجمعوا عليه وكيبدا يعتذر منهم وكيعترف باللي اول مره ما كانش قاصد يقتل، ولكن من بعد ما بقاش قادر يتحكم في راسو وما بقاش قادر يتوقف على القتل، وكيرجعوا الاشباح يغبروا وكيرجع جاك يتضارب مع تاديوس عاوتاني وكيقدر ياخذ ليه السلاح وكيشد دانيكا باش يهددهم بها. وفجاه كيخرجوا ليه الاشباح مره اخرى وكيتجمعوا عليه وكيخليوه يقتل راسو براسو، غير كيموت كيجروه وكيديوه معاهم. وهنا رايان كان مقاتل مع الطياره كيحاول يهبطها بلا ما تنفجر بهم في السماء، واخا كانت اصلا خارجه على السيطره، وفي الاخير كيقدر يهبطها كتضرب بالجهد مع الارض وكتدخل في البنايه ديال المطار، ولكن كينجاو كلهم في الاخر.